العرض والسؤال، لان بيروح واخدني جمله عرض كده، واول ما الناس تبص على علامه الاستفهام، في ناس تقول لك ايه؟ اول ما تلاقي علامه الاستفهام الزقي هنا، لا هيرجعك بحته صغيره، هيبدا وود يو لايك. يبقى مش هستنى، يبقى عرض ده، يبقى اقول سام. وود يو لايك ايه؟ سام. تمام؟ في مشكله في الجزء ده. يبقى احنا كده خلصنا جزء الاسماء. خدت انواع الاسماء، خدت المعدود والغير معدود، هاخد تالت واحده بتاعته اللي هي ايه؟ المفرد والجمع. ازاي اجمع الاسم؟ الاسم انهي؟ اللي بيتعد. طيب تعال نشوف، حد عايز حاجه من على البورد؟ ثواني ايه بس؟ طيب على الشمال باجي كده يلا ان شاء الله يا ابني، عشان نتكلم عليها اللي هي ازاي اطلع بقى بقية الكلام. جه قال لي ايه يا منى؟ عشان انا سامعك. بس يا بنت انت مين يا بنت؟ سامع، بصي سامع. طيب هي متربودي مني singular فكها لك والله قرع الباب and plural. يعني ايه؟ يعني المفرد والجمع من الاسماء. ما مشيتش من عند الاسماء، يبقى انا لميت لك الكام درس بتوع الاسماء. انواع الاسماء، المعدود والغير معدود، والمفرد والجمع. ازاي اجمع الاسم، وازاي بيجي في الامتحان واحله. ما انا ممكن اكون حافظ القاعده اجي احل هو فين. لما اقول لك بص على ايه، لما يديك ايه بص على ايه وتمشي ازاي، دي مهمه. المفرد والجمع، اول حاجه في المفرد والجمع اللي ايه؟ تجمع بعض الاسماء. الاسم ممكن يتجمع باضافه اي اس اذا انتهى الاسم ب السي اتش اس اتش اس اس او اكس، بتزودي ايه؟ اي اس. لو انا جيت قلت ابراش، براش. لو جيت قلت ابوكس، هي كلمة ابراش اخرها ايه؟ جميل. اس ايه؟ اس اتش. بص الجمله بتاعها ده ايه؟ هتبقى ايه؟ براشز. طب انفع اقول ابراشز؟ غلط، ده الادي معناها ايه؟ واحد. انفع اقول مفرد مع جمع؟ يبقى انا مش عارف حاجه في الدنيا. طيب ابوكس يا جماعه ايه؟ بوكسز. زودت ايه؟ اي. ليه زودت اي اس؟ عشان انتهى الاسم المفرد بحرف ايه؟ اكس. ليه زودت في براش براشز اي اس؟ عشان الاسم انتهى بالاس اتش. يعني قريب. التاني بقى ممكن اجمع الاسم بايه؟ ان الاسم لو انتهى بواي وقبلها حرف ساكن هحذف الواي واحط اي اي اس، او اقلب الواي لاي وازود لها اي اس. يبقى تاني الاسم لو اخر واي وقبلها حرف ساكن، عرفنا متحرك والساكن. تمام؟ طيب اديني مثال على طول يا مستر. لو انا جيت قلت اليدي سيدة، ابيبي، اتفقنا في بيبي وفي بيبي، مالناش دعوه ببيبي. اليدي سيدة، اخر الاسم ايه؟ قبلها ساكن ولا متحرك؟ ساكن. يبقى الجمع بتاعها ايه يا عبده؟ ليديز. ليديز اند جنتلمان. ايوه السيدات. ليديز فيرست، السيدات اولا. طيب ابيبي، بيبيز. يبقى شلت الواي وحطيت ايه؟ ليه؟ عشان لا، الاسم بينتهي بواي وقبله حرف ساكن. يعني لو جالي قبل متحرك اشوف دلوقتي، لو جالي قبل متحرك هيبقى ايه؟ ده برافو عليك يا كريم، الله يبارك لك. طيب ثلاثة بقى، قال لي الاسم لو انتهى بالاف او الاف اي، محدش يقول لي اي اف، احنا مش شمال اليمين، بشيلهم واحط في اي اس. لو انا جيت قلت سيلف، اسيلف، يعني ايه سيلف؟ نفس.
يعني ايه a wife؟ زوجة. طب عايز اقول بقى زوجات 4. عايز اقول انفس، ما هو نفس جماعة ايه بالعربي؟ أنفس. مش نفوس، اسمها انفس. يبقى سيلف، اسيلف جماعة ايه؟ هو سيلف اخرها ايه؟ قلت لو الاسم بتاع الاف بشيل الاف واحط جميل، هتبقى سيلفز. طيب وايف اخرها ايه؟ اف اي، بشيل الاف اي واحط ايه؟ يبقى وايفز. يبقى ايه؟ وايفز. طيب لو ما جاش بقى نهايه من دول، لو ما جاش واي وقبلها ساكن، لو ما جاش اف اي او اف، يبقى هجمع بايه؟ اهي رابع نقطه. انا هقول 6 نقط لما تيجي تذاكر. 6 نقط، 1 2 3 4 5 6 بس. النقطه الرابعه في الجمع والمفرد اللي هي اي اسم بقى غير دول هزود ايه؟ اس. يعني انا لو جيت قلت اقار، ما هقول اقارز برضو؟ كارز اهي. لو انا جيت قلت اقار، فيها حاجه من دول؟ فيها واي؟ فيها اف او اف اي؟ يبقى ازود اس بس، تبقى ايه؟ كارز. طيب لو جيت قلت اتوي، ايه ده؟ ده لسه انت هنا بتقول لو اخرها واي، ما هو اخرها واي. قال لي لا، الواي قبلها هنا ايه؟ قلت انا عشان كده قلت من الاول الساكن المتحرك. المتحرك 5 A E I O U أيو اهي اخرها واي. بس قبلها ايه؟ يبقى اشيل. لا ده انت هتحط لها ايه؟ اس بس، يبقى ايه؟ تويز. عشان لما يجي السؤال بتاعي هشوف على الجزء ده ممكن يجي السؤال ازاي واحله من قلب الجمله. ده الناس اللي عايزه تشغل دماغها، مش هتعب دماغي، بس كل ده يبقى في دماغي كذا كذا كذا. طيب نقول النقطه رقم كام؟ 5. لو انا جيت قلت امان، مان يعني ايه؟ جمعها ايه؟ قال لي بقى غير كل ده لا اس ولا اي اس ولا اي اي اس ولا في اي اس. قال لي لا، ده في اسماء تجمع جمع شاذ، يعني غير القاعده. يبقى من جمعها ايه؟ من بالاي. طيب اومن سيده، وومن بالاي. طيب اتشايلد طفل، children اللي عارفينها children. طيب لو قلت ان اوكس تور، جماعه ايه؟ اوكسن تران، اعزكم الله. طيب ولو جيت قلت كلمه ايه تاني؟ اتوث سنه، تيث، وهكذا. بعض الاسماء حاطينهم في الملزمه، الاسماء اللي هي بتجمع بطريقه شاذة. لا يعني ايه شاذة؟ يعني شاذة عن القاعدة، يعني لا تاخد اس ولا اي اس ولا اي اس ولا في اس، بعيد عن الكلام ده كله. طيب طبعا سادس نقطة قبل ما اقول الجملة بتيجي ازاي يا منى معايا؟ اخر حاجة بقى هي كلمة فرنتشر يعني ايه؟ وانفورميشن يعني ايه؟ حلو، انفورميشن معلومات، وكلمة نيوز اخبار، وكلمة فرنتشر اثاث اللي هو العفش يعني، مش بالسين بالتاء. طيب وفي عندي كلمة ماني فلوس، وعندي كلمة لاجج، وعندي كلمة باجج. ايوه الناس اللي فاكرة ايه؟ ناس بترد. قال لي دول معناهم حقائق السفر، اللي هو شنطة السفر يعني. قال لي انفورميشن ليها مفرد؟ ليها مفرد؟ ليها جمع؟ تبقى اسم ايه؟ ايه اللي ملوش؟ اللي ليه لا ليه مفرد ولا ليه جمع يبقى اسمه اسم ايه؟ لا يعد. اسم ايه؟ لا يعد. انفورميشن، نيوز، فرنتشر، الكلام ده بيجي في الامتحان كتير. انفورميشن، نيوز، فرنتشر، ماني، لاجج، باجج، فريدم الحريه، هابينس السعاده. كل الاسماء المجرده دي تعتبر مفرد، اسماء لا تعد، او بنقول عليها اسماء جمع. مش الانفورميشن بيقول معلومات؟
نيوز بقول اخبار. بص كده هكتبها كده اهو، اسماء جمع لكن تعامل معاملة المفرد. هقول حتة مهمة قوي، هو في الانجليش يا اولاد عندي الفاعل يا مفرد يا ايه؟ في عندي مثنى؟ ما عنديش مثنى. بص الحتة دي عشان لما اجي اشرح الازمنة عايزك تفتكري لي السطرين دول. لو افتكرت السطرين دول هيريح دماغك من الازمنة خالص. بص دي الفاعل في الانجليزي يا اما فاعل ايه؟ يا اما فاعل ايه؟ في مثنى؟ لا. طب واي سيب اي دي على جنب. المفرد فاكرين فيرب تو بي؟ ايه هو فيرب تو بي؟ ام وايه؟ انا مش عايز اكلم نفسي بقى تراجع الكلام ده. ام ويز والماضي وز وايه؟ طب مين فاكر فيرب تو هاف؟ هاف وهاز مضارع وهاف ماضي. طيب مين فاكر فيرب تو دو؟ دو داز مضارع ودي ماضي. خلاص؟ تعالى بقى نشتغل على الكلام ده. هو المفرد في فيرب تو بي بياخد ايز ولا ار؟ ايز. وفي الماضي بياخد وز ولا ايه؟ ووز. بياخد هاف ولا هاز؟ بياخد دو ولا داز؟ قال لي كمان الفعل الاساسي بتاعه، الفعل الاساسي اخره اس. وهعملها كده اهو بالاحمر. المفرد هي وشي وإيه أو أي اسم مفرد. أتيتشر، أستودنت، أتشير، أي اسم مفرد من اللي احنا خدناهم. طيب يبقى ياخد إيز ولا آر؟ في الماضي ياخد؟ في فيرب تو بي، في فيرب تو اب ياخد؟ في فيرب تو دو ياخد؟ في الفعل الأساسي. يعني إيه فعل أساسي؟ عشان يبقى قاعدين فاهمين بس. أي نشاط بقوم بيه، ياكل يشرب ينام يذاكر، سند رايت بلاي واتش ران، ده اسمه فعل اساسي. ياخد في الاخر ايه؟ خلي بالك لاحظي كده المضارع كله مع ماسك مضارع او ماضي مع المفرد كله فيه اس. صح؟ كلهم فيهم اس. از ووز هاز داز فعل بيزود له اس. طب بصي بقى في الجمع بياخد ايز ولا ار؟ بياخد وز ولا ايه؟ بياخد هاف ولا اس؟ دو ولا داز؟ الفعل الاساسي بيبقى في المصدر بدون اضافات، بدون ايه؟ اي اضافات. السطرين دول هيخلصني من حاجات كتير قوي. يبقى اي اسم ده اسم جمع يعامل معاملات يبقى ياخد ايز، ياخد ووز، ياخد هاز، ياخد داز، ياخد فعل في اس. في كل حاجه في الانجليش برضه في كل حاجه. صعب الكلام؟ دي اقنعه انفورميشن يعني. لا هو يرد على اسمك ايه؟ محمد. انفورميشن معلومات، مفردها ايه؟ معلومه بالعربي. انا عايز معلومه بالانجليزي. ملهاش. طب كلمه ماني ايه؟ فلوس، مفردها ايه؟ جماعه ايه؟ الاسم اللي ما اقدرش اجيب منه المفرد والجمع يبقى اسم ايه يا محمد؟ لا يعد. والاسم الذي لا يعد يعتبر ايه؟ مفرد. زي ما بقول لك كده اهو، شجر ايز ولا ارض؟ هو معلش يا كريم ليه؟ ايز ولا ارض؟ يبقى اقول ايز ليه؟ عشان لا يعد. اي اسم يا محمد لا يعد يعني ملوش مفرد ولا ليه جمع يبقى اسم ايه؟ مفرد. اسم ايه يا محمد؟ طبعا انا بشكر محمد لان هو ده اللي سألني. انت بقى قاعد مش عايز تسأل او عايز تضيع وقتك تضيعه بره. طيب كلمة ايه؟ ماني. فلوس مفردة فلسة؟ ده بالعربي، انا هجيبها لك بالانجلش بس. سمعت عن كلمة مانز؟ ثواني انا ما قلتش جنيهات، انا قلت فلوس. نقود، كلمة نقود
ايه الجمع بتاع ماني؟ ايه المفرد بتاعها؟ يبقى لا ليها مفرد ولا ليها جمع، يبقى اسمها ايه يا محمد؟ اسم لا يعد يعتبر خلاص الكلام خلص. ما قدرتش تجيب مفرد، ما قدرتش تجيب كلمه مش من المعنى. حبيبي انت لسه قايل ايه مثلا؟ ده الجنيهات جنيهات يعني باونس. انا بقول 5 باونس، بقول 5 دولار. دي تتعد جنيهات، دولارات، جنيه استرليني. لكن كلمه ماني نفسها ما بقولش ماني ولا مانيز ولا لها مفرد ولا جمع. ملهاش مفرد، ملهاش جمع، يبقى يعتبر اسم لا. والاسم الذي لا يعد يعتبر مفرد. مفرد يعني ايه؟ اهو is with has does ده اسمع منا. طيب نسيب ضوافرنا دلوقتي ونشوف الحته اللي جايه. مش عارف انتوا مشغولين بالضوافر ليه. الله يخليك. في حد عايز حاجه من دول؟ خلاص كده احنا ايه؟ طيب بسرعه كده عشان الحته اللي جايه بقى عايزك تركز معايا قوي. بس انا عايز ادي مثال على ده بيجي ازاي. طيب فانا همسح جزء وهات هنا الامثله فانتوا او امسحوا الجزء الاولاني. خلص ده. نعم. صباح الخير. سيدة ايه؟ لا يعني براحتنا ماليش كلام. كتير جدا. نص ساعة. الصاية دي. انت حضرت معايا المحاضرة كلها؟ طب ما انا شغال من 9 ل 12. عشان تستفيدي بس. مش عايز يبقى المحاضرة دي على العكس. اصل يا جماعة احنا قاعدين مستفيدين ولا الدنيا ايه؟ ده لسه اللي جاي بقى. لسه اول مرة تحضروا معايا. حنان وحنين. حنان. طيب بص يا حنان وحنان. حنان أس 1 وحنان أس 2 لغة الرياضة. ده الدكتور محمد. أس 1 هنمسح الجزء ده خلاص لأن أنا مش هستنى حد. عشان حنان مستعجلة. اسمك إيه؟ لا اسمك إيه؟ إيمان مستعجلة؟ فلازم نقول الجزئية بقى اللي جاية ديت إزاي الكلام ده يا كريم بيجي في الامتحان. نعم. لا اللي عايز يا جماعه كفايه يروح. It's up to you. It's not mine. Okay? Say yes sir. Say yes يا بيس. طيب بصوا كده يا ولاد، لما يجي يسالني هو بيديني يا حنان انت وايمان الاسم ويقول لي بيديني الاسم يقول لي اجمعه؟ قال لي لا مفيش الكلام ده. بص كده بيقول لي ايه؟ حنان received 3 space. بيديني كام اختيار؟ 5. A knives. B knife. C knives. D knives. D اختار ايه؟ ركزي بقى منا في الحته دي. يلا. حنان received 3. 3 يعني كام؟ يبقى انا هنا محتاج اسم مفرد ولا جمع؟ ادي كده 1. ما تبصش للاختيارات كلها، هتبص لدول كلهم جمع. انت مش هتعرفي حاجه وبالذات لو الاسم انت مش عارفاه. لو الاسم ده انت ايه؟ مش عارفاه. بصي بقى احل ازاي؟ ايوه الراجل ده كان حاضر معايا. من ضمن الاختيارات يا ولاد لازم يجيب لي الاسم المفرد اللي هو الاصل. فين الاصل هنا؟ ده مش هختار ده الايه؟ ده المفرد. يبقى انت اول ما عينك هتيجي على اسم الايه؟ المفرد. لازم يديني في وسط الاختيارات كل الجمل اللي جت في الامتحانات يديني المفرد. المفرد ده انا حافظ 6 نقط. اس اي اس اي اس في اس الاسماء الشاذه، الاسماء الجامعه التي تتعامل مع المفرد. 6 نقط اللي انا كتبتهم.
دي اخرها ايه؟ لما اشيل الاف اي بحط ايه؟ في اي اس. فين اللي اخرها في اي اس؟ ايه؟ دي؟ ولا دي؟ ولا دي؟ اهي اهي. لما تشيل الاف ايه يبقى كي ان اي في اي اس. دي غلط، ودي اي اس غلط، واي غلط. هقول تاني، هقول تاني واحدة كمان. سؤال بيجي كام سؤال منها دي؟ نعم. يجي بقى جملة، يجي جملتين حتى وظروفك والنموذج بتاعك. بص عايزين اسئله على سؤال 5 ده؟ طيب. سؤال. So 5 this morning. A a man. B man's. C men's. D men. E a man's. تبقى دي خلاص فهمت بتيجي ازاي. بص كده يقول لي ايه ده؟ الساعه شافت 5 رجاله النهارده الصبح، كانوا هتشوفهم غريب كده. يبقى الفايف دول جمع صح؟ طيب فين المفرد؟ اهو مان صح؟ جمعها ايه؟ مينز؟ مانز؟ لا يبقى مين؟ بالظبط، ما عدا واحده بس، مان من. يعني مش عارف هيقول لك ايه اس. فاهمين قصدي؟ في ناس في البطيخ يعني ايه ده؟ ده بالاس. يلا طب ما هي اس اس اس. يبقى انت السلام